بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن انسحاب نادي الزمالك ومكاسب النادي الأهلي والخسائر بتاعت نادي الزمالك، وماذا بعد وإيه اللي في المستقبل أو في المباريات القادمة إيه اللي هيحصل. الأول هنتكلم على المشهد نفسه وعلى الطريقة اللي بتدار بيها الكرة المصرية، والطريقة اللي الواحد بيشوفها لدرجة إن يعني خلت الواحد فينا يزهد إن هو يتفرج على الكرة في مصر. يعني الواحد بيقعد يتفرج على اليورو بيحس إن الناس مشغولة بشغلها، والناس بتعمل عملها صح، وممكن يبقى فيه أخطاء، ومحدش يعني مفيش حد معصوم، ولكن إنك أنت تغيب طول الوقت، بتتعمد الخطأ، بتتعمد إنك تزهق الناس. الكورة في مصر ما عادلهاش طعم. تشوف مباريات مملة، تشوف التنظيم، تشوف الوقت اللي بيتلعب فيه، زي ما يكون الناس اللي بتدير الكورة دي مخططة إن تكرهك في الكورة. لو هي بتخطط إن تكرهك في المباريات وفي الكورة مش هتعمل كده. يعني ايه طول الوقت كل مباراة بمشكلة حتى نفسهم الناس اللي بتدير الكورة يا جماعة، بيبقى نهائي كاس عالم بين ألمانيا وبين الأرجنتين سنة 1990، ضربة جزاء وهمية لصالح ألمانيا، كسبت بقى كاس عالم. مفيش حد اتكلم بعد المباراة. كاس عالم في انجلترا ايام الرابطه طلعت اعتذار للنادي ليفربول على الهدف، او مش فاكر على بلنتي ولا ايه. حاجات كتيره بتحصل. انت بتتعامل في النهايه مع منظومه بشر. حتى بقى تقول لي في فيديو، ما هو الفيديو اللي بيشغله بشر، واللي ووارد الخطأ. يعني يا جماعه، احنا ما بنتعب انت بتتعامل مع الكمبيوتر بيغلط، مفيش حاجه اسمها ما بتغلطش، ومفيش حاجه الماسك لي بالدواء القلم. انت مش تفشل وتعلق فشلك طول السنه، وتعلق فشلك طول السنه على قصه التحكيم في عدم نظام، وفي عدم تنظيم للمسابقه، وفي بس انت برضه فاشل. انت فاشل. انت مش قادر. مش بتكلم على نادي بعينه ولا نادي الزمالك، بتكلم بصفه عامه على كل الانديه. يعني تلاقي النادي اللي بينافس على الهبوط، اللي ما جابش غير 15 بونت ولا 18 بونت طول السنه، قاعد بيتكلم على منظومه والتعب والزهق. انت بتتكلم على ايه يا حاج؟ احنا قلنا قبل كده كل انسان يبص لنفسه ويشتغل وربنا هيكرمه. لكن انت في خطأ، وفي خطأ في التنظيم، وفي خطأ، وفي حاجات كتيرة. بس انك انت تخلي منظرنا كل سنة بالمنظر ده، كل سنة مباراة الاهلي والزمالك عليها مشكلة، ويلعب ويا عم يا عم العب الكورة الاستمتاع. الكورة مش يعني مش رايحين مش حرب هي. انت رايح تلعب، الجمهور بيستمتع، انت بتستمتع وانت بتلعب، وبعد الماتش انتهى كل شيء. مش الحياة أبسط من كده. بيسألوا كلوب، مدرب العظيم بتاع الليفر، فبيقول إن هي كانوا بيسألوه في أمور كانت في مشاكل كده، فبيسألوه بيقول هي مجرد لعب للاستمتاع لمدة 90 دقيقة. الناس بتستمتع وتفرغ المجهود بتاعها لمدة 90 دقيقة. ما قالكش بقى ان هي ومباراة الحياة او الموت ومباراة. كان خدوا الحياة. ولذلك هم بيستمتعوا بالمباراة، بيستمتعوا باللعب، بيستمتعوا بكل حاجة، وبتدي لهم الكرة كل حاجة. يعني انت تشوف الماتش في اليورو، يا نهار ابيض، انت بتستمتع بالجمهور، بتستمتع باللعب، بتستمتع بالحكام، بتستمتع كل حاجة، لان كل واحد فيهم بيعمل الحاجة دي باستمتاع، بيعملها بهدف ان هو بيحب حاجه. انت اساسا لعبه الكوره ديت اللي احنا كنا بنلعبها واحنا صغيرين في الشارع، وبنلعبوها في النادي، وبنلعبوها للاستمتاع في الاساس.
اتحولت للاحتراف عشان تزيد بقى فيها مفاهيم واقتصاد وعلم وتدريب وكلام من ده، يبقى زيادة في الاستمتاع بدل ما يبقى موهبة بسيطة بتلعب في الشارع، لأ موهبة يتم تدريبها وصقلها بالطريقة العلمية، والناس تستفيد وتستمتع، ونسوّق ونعملوا اقتصاد ونعملوا رواج سياحي وكل حاجة. مش تعمل لي مباراة كل السنة اللي فاتت والّا اللي قبلها الله أعلم، برضه الأهلي ينزل الملعب ويستنى، والسنة دي لولا إن الوزير قال لك لأ الاستاد مش هيتفتح، كان زماننا نفس القصة قاعدين بنتفرج على مشهد خالي ومدرجات فاضية ولاعيبة قاعدة في الاستاد والتلفزيون بينقل. حاجة فيها إيه يا جماعة؟ ده بيقلل من شأننا وبيقلل من شأن الدوري المصري، ما بنغيرش من الدوري السعودي اللي كان يعتبر بالنسبة لنا ما فيش، والنهارده بقى رقم 1 على مستوى الوطن العربي. ليه؟ هناك كل شيء منتظم وفي نفس الوقت ما فيش مجال لكل الأندية بالطريقة دي، ما فيش واحد يمسك نادي كأنها العزبة بتاعته، لأ، دي نادي دولة، النادي الأهلي ونادي الزمالك والنادي الإسماعيلي والأندية ديّة أندية دولة، الدولة بتصرف عليها وخاضعة للدولة وخاضعة للجهاز المركزي للمحاسبات وخاضعة للوزارة. يعني اللي بييجي ده راجل متطوع، يا تأدي وتمارس دورك الصح، أنت راجل ما تعتبرش بتمثل نفسك عشان تيجي تقول لي على الأهواء وتكتب لي بيانات وتعمل، لأ، اقعد قبل ما تاخد قرارك، وقبل ما تمضي على القرار قبل كده وجالك الجدول اقعد وفي الغرف المغلقة ما تحسسناش إحنا كجمهور بحاجة، واقعد مع الوزارة واقعد مع لجنة المسابقات، واقعد مع اللجنة مع الدو بتاع الحاج عامر حسين، واقعد مع الناس دي وتفاهموا وطلعوا لنا في الآخر الجدول اللي أنتم موافقين عليه كلكم، وإحنا مش هنعترض. إنما كل يوم كل ماتش، يعني لو كورة زيزو دخلت كنت هتلعب؟ لو كورة مش عارف إيه يا أستاذنا، إن يا جماعة أنتم حرام عليكم، حرام عليكم اللي أنتم بتعملوه دلوقتي، واللي مش قد منصب، واللي عايز وجاهة، واللي عايز تصفيق جمهور، واللي عايز يقول له ولي يا ولي يقعد في بيته. اللي عايز ودنه. المرحوم صالح سليم الله يرحمه كان بيقول لك إحنا ما بناخدش قراراتنا من المدرجات. مشجع رايح المدرج عشان يشجع فرقته ويستمتع بفرقته، ماليش دعوه بقرارات الاداره. فانت النهارده معلش ودنك ليه في المدرج؟ ليه ما انت ما كانش عندك تجربه سابقه مع الرئيس السابق وهو برضه وهو انسحب والناس كلها برضه عملت علينا كده؟ ما ينفعش ان كل واحد يعمل الغلط واللي بعديه يجي نعمل نفس الغلط ما نتعلم منه. وبعدين طيب نيجي بقى للنقطة التانية، إيه مكاسبك وإيه خسايرك؟ أنا شايف بصراحة سيبك من كل اللي اتكلمتها كله خساير لنادي الزمالك، مفيش ولا مكسب واحد، ولا 1% مكسب، مفيش. إيه المكسب اللي أنت كسبته؟ عدهولي. الجدول اتعمل زي ما هم عايزين، والمواعيد هتخلص زي ما والحكام حكموا، إيه اللي أنت كسبته؟ مش ما في. تعال بقى أعدي لك الخسائر. الخسائر 6 بونت خساير الفلوس بتاعة الرعاة، الشركات هتتخصم منها، خساير الغرامات اللي هتيجي على الزمالك، الخساير انك انت اديت الاهلي 3 بونت على طبق من فضة، ممكن انت كنت تتعادل او تكسبه. الخساير انك انت هتيجي النهارده هتفكر هتعمل ايه في ماتش سيراميكا، ما الماتش بقى بكره هتعمل ايه؟ هتعتذر تاني او تنسحب تاني يخصم لك 6 بونت جديد، ولا هتكمل؟ طب افرض بقى لجنة المسابقات واحمد دياب والناس دي كلها قالك احنا برضو زي ملتزمين لو ما راحش الزمالك انا زي ما الوزير قال، هتعمل ايه؟ هتضطر يا اما تضطر تلعب والناس تضغط عليك برضو يقول لك هو طب انت عملت ايه؟ انت كنت خايف من الاهلي؟ هيقول لك كده، اشمعنى جيت قدام الاهلي وانسحبت واللي بعده ما انسحبتش؟ يبقى انت كنت خايف. ادي يا سيدي. وفي نفس الوقت برضو ما عملتش، انت كان ممكن تقعدوا
وتقعدوا كمان مع بعض، انتوا مسؤولينكم، دي شغلكم. ما تدخلناش احنا، ما تقوليش ازاي وهعمل ايه وتعرض لي انت المشكله، مش قادر تحلها ما تجيش. انتوا كلكم كان انديه الدوري وال 18 نادي مع لجنه الانديه مع لجنه المسابقات مع اتحاد الكوره، تقعدوا تعملوا مع بعض كده كونسولتوا مع بعض، وتقعدوا تقولوا لنا حلول الدوري السنه الجايه كذا 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 عشان نظبط الدنيا. مش قادرين تحلوها، قولوا السلام عليكم احنا مش قادرين يا جماعه، وهاتوا ناس غيرنا تقدر. ما تقوليش اقترح عليك، انا ممكن اقول لك اقترح عليك، بس انا ما عنديش الداتا كامله، ما عنديش المعلومه، ما عنديش الاجنده، ما عنديش الحاجات دي كلها، ما عنديش اجنده المباريات يعني، ما عنديش كل حاجه موجوده عندي عشان اقدر اقول لك حلول. لكن انت عندك كل المعلومات دي، ومواعيد المباريات ومواعيد المنتخب ومواعيد الانديه، والحاجات دي كلها متسجله وموجوده. اقعد معاك، حط جدولك وظبط نفسك، واللي مش عاجبه خلاص بالسلامه. تعمل سنة استثنائية، تلغي ايه، اعمل اللي تعمله، بس المهم اطلع لي بحلول. ما تجيش تقول الكلام ده، وفي نفس الوقت انت تحط نفسك في موقف غلط. هيكون شكلك ايه دلوقتي وانت راجع تلعب ماتش سيراميك ومتحققلكش مطالب؟ هتعمل ايه؟ طب هتقول لجمهورك ايه؟ هتقول لهم انا انسحبت من ماتش الاهلي، كنت خايف من ماتش الاهلي، ولا انا عملت كده وحققت مطالبي، ولا يعني ما ينفعش. انا بصراحه ربنا انا متوسم، وكنت متوسم خير جدا في الكابتن حسين لبيب، وراجل محترم جدا وشغال صح، واظن ان هو سمع لناس حواليه، والناس اللي حواليه دي ما بتحبوش، وخايفه منه لا ينجح. انا متوقع ان تجربه حسين لبيب هتبقى عامله زي تجربه الدكتور كمال درويش في الزمالك، هتبقى تجربه رائعه لو هو مشي بدماغه بتفكير الراجل الرياضي الصح اللي بيفكر بهدوء بياخد قرارات. انما للاسف مشي من الناس حواليه وسمعته وحطيته في موقف زي كده، وفي الاخر هيجي يلاقي نفسه طب انا عملت ايه؟ طب ايه اللي انا وصلت له؟ طب انا كسبت ايه؟ ما كسبتش حاجه، بالعكس انا خسرت وكسبت المنافس بتاعي موقف، واديته دفعه وريحته. ودي المكاسب اللي انا بقول لك عليها. الاهلي كسب 3 بونت من غير ما يلعب، كسب راحه للعيبه بتاعته، كسب موقف قرب من بيراميدز، كسب ان عدى مباراه صعبه كان ممكن يخسرها. وبالتالي انت النهارده ما عملتش حاجه تخليك ان انت تستفيد بيها، انت ما كسبتش حاجه على ارض الواقع. فاتمنى ان الناس بعد كده يا جماعه تاخد قراراتها بعد دراسه، بعد علم. ما تروح جايش بعد ماتش المصري خد بيان واعمل كذا وكذا وكذا وكذا، وفي الاخر تبص لنفسك اتورطت، مش عارف ترجع قدام جمهورك. يقول له الناس تطلع لك على السوشيال ميديا وعلى مواقع التواصل، ده حنفي ومش عارف حنفي. لو في الغلط حنفي، وانت لو في بيتك ولا في شركتك ولا في مصنعك بتاخد قرار ولقيته غلط وهيخسرك، مش بترجع فيه؟ ارجع فيه. اللي يقول لك حنفي واللي يقول لك مش حنفي، بدال في مصلحة النادي بتاعي ابقى ارجع في الكلام، ما عانيتش. وفي الاخر احط المصلحة العامة، مصلحة الشكل العام والدوري والرعاة والحاجات دي. وانت النهارده لما يجي لك من رعاة، لما الدوري يبقى منتظم وتلعب كوره وتلعب ماتشات حلوه زي الاهلي والزمالك زمان، والماتشات اللي كانت بتسمع دي، بيجي لك رعاة عليها، تاخد فلوس زي ما انت عايز وتصرف وتعمل وتاخد افريقيا وتاخد فلوس وتوصل كاس عالم الانديه وتشتغل صح بفكر صح. انت النهارده لما خدت الكونفدراليه جالك فلوس وعملت وسويت، ولما توصل كاس عالم هيجيلك. انما للاسف الشديد يعني انا اسف ان الكابتن حسين لبيب مشي ورا ناس حطوا له يعني زينوا له العمليه خالص، ولكن في النهايه هو ما كسبش اي حاجه. وبالعكس ده ادى فرصه للمنافس انه يقرب من المنافسه، وفي نفس الوقت ما كسبش هو اي مكسب على الارض. وحتى لو كسبت تعادت مباراه المصري وكسبت المصري، انت موقع. الكلام اللي انت بتقوله ده على عيننا وعلى راسنا. تعالى اول السنه واقعد مع الناس لجنه الانديه، تعالوا يا جماعه انا قاعد معاك اهوت، هنحط جدول من اول يوم لحد اخر يوم. دوري الابطال محطوط مواعيده، الكونفدراليه محطوط مواعيدها، مواعيد المنتخب محطوطه، كل الحاجات دي محطوطه. احنا هنحط جدولنا لحد اخر يوم، ومفيش مساس بيه من اي نوع. لو زي ما بيحصل في اوروبا بالظبط،
مثلا ريال مدريد بيلعب في دوري الابطال، بيوصل في الدور المجموعات عنده ماتش يوم كذا، طب لو ما وصلش وطلع من البطوله خلاص الماتش ده بيتسكن حاجه تانية كاس وبتاع، وماشيين جدولهم زي ما الكتاب بيقول. فأتمنى إن شاء الله إن دي تكون دروس مستفادة، وإن قصة الانسحاب والمشيان والحاجات والدوشة اللي على السوشيال ميديا واللي على التلفزيونات دي طول الأسبوع، في الوقت اللي الناس بتستمتع باليورو وبتستمتع بالماتشات وبتصور بالتعليقات وبتصور بالجمهور وبتستمتع بكل شيء، احنا عمالين نقوله يا ترى ماتش الاهلي والزمالك هيتلعب، يا ترى مش هيتلعب، يا ترى هيروح الاستاد، يا ترى مش هيروح الاستاد، يا ترى ماتش السيراميكا هيتلعب، هنغيب بقى من النهارده لحد يوم الجمعه، يا ترى السيراميكا هيتلعب، يا ترى هيروح الملعب، يا ترى مش هيروح. ليه؟ ليه يا جماعة؟ انتوا كلكم ناس مثقفين وناس محترمين وناس متعلمين وناس رياضيين وناس تعرفوا اكتر مننا كتير، يعني احنا ما نجيب المفروض احنا في مجالكم ده ما نعملش عليكم، ما نمسكش عليكم حاجات زي كده. يعني انا في مجالي مثلا لما حد يجي يعلم يعني يعرفني كده او ياخد عليا ملحوظه انا ببقى زعلان. انت في مجالك المفروض وانت دارس وداخل انتخابات ودارس وعارفين الحاجات دي تحطوا لي حلول وتحطوا لي حاجات وجدول موثوق وكل شيء متوثق وثابت وخلصان، يا اما مش قادر يمشي ولا انا اسف الشكل ده مش هيخليني اشتغل وانجح. ده كل اللي عندنا النهارده. بشكركم واتمنى ان شاء الله ان يكون الكلام اللي احنا قلناه يعني كلام صحيح. واذا عجبكم الفيديو اعملوا لايك عليه، واتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.